هنتكلم النهاردة عن عزة حمادة، صاحبة أكبر جنازة في الشرقية، وقضيتها لما تسمعها تلاقيها من أغرب القضايا والقصص اللي سمعتها في حياتك. ولولا بقى أهل قريتها كانت القضية بتاعتها اتسجلت ضد مجهول في 2021 وتحديدا في الشرقية. كان هناك عيلة محترمة جدا، وكانت عزة دي بنتهم كانت معروف عنها الأدب والاحترام، وإن هي أصلا من حفظة القرآن الكريم، وكمان كانت بتحفظ أهل القرية بتاعتها الأطفال الصغيرين فيها يعني القرآن الكريم. فكانت محبوبة جدا من أهل قريتها، والناس كلها عارفين عزة وأدب عزة واحترام عزة، فكانت محبوبة من الناس كلها. كان في واحد برضو من القرية بتاعتها اسمه اسلام، فاسلام مامته بتدور له على عروسه، وقالت ان انسب واحده له هي عزه دي، لانها معروفه في المكان كله وفي القريه كلها بادبها وباخلاقها. وبالفعل اسلام خد عيلته وراح اتقدم لعزه واتخطبت له، وبعد فتره قصيره تم الجواز، وكانت امورهم في الجواز ماشيه عاديه جدا وطبيعي جدا. حتى المشاكل اللي كانت بتحصل بين عزه وبين اسلام مشاكل طبيعيه جدا بتحصل بين اي اتنين متجوزين، مشاكل بسيطه يعني. بس عزة بقى كانت هادية، طبعها هادي ومؤدبة، وما كانتش بتشتكي خالص، وما كانتش بتقول اي حاجة من المشاكل اللي بينها وبين اسلام لأي حد خالص، ولا من عيلتها ولا لعيلته. وكان البيت اللي عايش فيه عزة عبارة عن اسلام جوزها، وكمان والدة اسلام، واخو اسلام ومراته، كلهم عايشين في بيت واحد. بس عزة واسلام كانوا عايشين في الدور التاني يعني، بس كلهم عايشين مع بعض طول اليوم، بياكلوا مع بعض بيشربوا مع بعض، ووقت النوم كل واحد بيروح ينام في شقته بس وخلاص. والقرية اللي كانوا عايشين فيها كانت قرية صغيرة، فالناس كلها عارفة بعض فيها، إذا كانوا أهل أو جيران فالناس كلها عارفة بعض يعني. وبعد سنة من جواز عزة وإسلام، عزة خلفت ولد، ولما الولد ده كمل عمره سنة حصلت مشكلة بين عزة وبين إسلام، خلت عزة خدت ابنها وخلمت هدومها وراحت عند والدتها في بيت والدتها. فوالدتها بتسألها خير يا عزة في ايه؟ هي حست طبعا من شكل بنتها وهي داخل عليها وجايبه ابنها معاها وشنطه هدومها ان هي اكيد في حاجه حصلت بينها وبين عيله جوزها. فقالت لها في ايه يا عزة؟ قالت لها مفيش حاجه يا ماما، ده مشكله صغيره كده بيني وبين اسلام وبين اهله. ومرضتش تقول لمامتها اي تفاصيل عن المشكله، ولا رضت تقول لباباها كمان. فكانوا مستغربين جدا ان هي مش راضيه تقول لهم، بس كانوا يعني ايه، عارفين بنتهم ان هي ما بتحبش تشتكي وما بتحبش تقول اسرارها العائليه لحد يعني. فقالوا خلاص هي حره، سيبوها براحتها يعني، ده اسرارها برضو، اسرار بيتها وبراحتها، مش عايزه تحكي ما تحكيش. بس في الوقت ده برضو مامة عزة وكمان باباها كانوا بيحبوا جوز عزة جدا اسلام. ليه بقى؟ من كلام عزة دايما عليه ان هو طيب وكويس معاها وبيعاملها كويس وبيحبها، وهي كمان بتحبه قوي. المهم بعد ما عدى كام يوم كده من قعدة عزة في بيت والدتها، جت مامة اسلام واخته لعزة عشان يصالحوها ويرجعوها تاني بيتها عند اسلام. وبالفعل عشان عيلة عزة ناس طيبة يعني ومحترمين، رجعوا بنتهم عزة تاني عادي خالص مع مامة اسلام ومع اخته، رجعوها للبيت هناك عند اسلام. وبعد رجوع عزة لبيت جوزها اسلام بيوم واحد بس، اهالي عزة اتفاجئوا ان كل ما يرنوا على عزة اسلام هو اللي يرد عليهم ويقول لهم اصلا انا نقلت الشريحة بتاعت عزة على الموبايل بتاعي. وبعدها بكام يوم كده عرفوا ان اسلام كسر الموبايل لعزة، وخد الشريحة من الموبايل بتاعها وحطها في موبايله. فبكده عزة ما كانتش عارفة تتكلم مع حد وتتواصل مع حد، وكان كل اللي يرن على عزة اسلام هو اللي يرد عليه. بس برضه محدش يعني حب يتدخل من اهل اسلام ولا من اهل عزة. قالوا يمكن في مشكلة حصلت ما بين اسلام وبين عزة بسبب الموبايل وهو كسر الموبايل عشان كده، فدي اسرار برضه عائلية، طالما هم مش عايزين يتكلموا مع حد فمحدش يعني يتكلم معاهم طالما هم امورهم ماشية وكويسين مع بعض وما بيشتكوش يعني. وعدى 3 ايام لرجوع عزة بيتها، فكان في فرح كبير جدا في القرية عندهم، وكان معزوم فيه تقريبا القرية كلها، والناس كلها كانت رايحة تحضر الفرح. ومن ضمنهم من ضمن الناس دي برضو عيلة اسلام وعزة وعيلة عزة كاملة. فالكل راح الفرح وقعدوا مستنيين عزة واسلام يجوا. عزة واسلام ما راحوش. الفرح بدأ
واهل عزة كلهم راحوا واهل اسلام كلهم راحوا، وكلهم مستنيين ان عزة واسلام يجوا. عزة واسلام ما جوش الفرح. فعدى بعد الوقت يعني، وبعد مرور شوية وقت بدأت مامة عزة ووالد عزة يقلقوا على بنتهم عزة، وقرروا ان هم هيسيبوا الفرح ويروحوا يشوفوا بنتهم عزة فين هي واسلام، وما جوش الفرح ليه واتأخروا ليه. وقلقوا كمان اكتر لما سألوا والدة اسلام وقالوا لها هي عزة ما جاتش ليه واتأخرت ليه. قالت لهم ده عزة خرجت من البيت من الساعة 8 وانا من بعدها يعني جت الفرح وما شفتهاش، ما اعرفش. فبالتالي قلقوا على بنتهم جدا، ووالد عزة ومامة عزة راحوا لبنتهم بيتها، بيت جوزها يعني، عشان يشوفوها فين ومتأخرة ليه وهي فين اصلا. فتفاجئ والد عزة ووالدة عزة لما وصلوا البيت هناك عند عزة بيت جوزها، لقوا اسلام ومجموعة كبيرة جدا من الناس، الكل بيدور على عزة. لان عزة اسلام قال ان هي راحت الساعة 8 تشتري فاكهة، وبعد كده المفروض اسلام كان هيستناها في القهوة مع صحابه على ما هي تشتري الفاكهة وتيجي، وعزة ما رجعتش البيت تاني. فكان اسلام وتقريبا القرية كلها ومامة عزة وبابا عزة وجميع الناس اللي في القرية الكل كان عمال يدور على عزة، يا ترى فين عزة واتأخرت ليه، مش من عوايدها، عمرها ما خرجت من البيت واتأخرت اصلا يعني. وكان باين طبعا توتر وقلق على اسلام جامد على مراته. التدوير ده استمر لحد الصبح، وقعدوا يدوروا على عزة لحد ما النهار طلع، فده يعتبر تاني يوم لتغيب عزة. فراحوا بلغوا في اسم الشرطة ان عزة مش من الساعة 8 بالليل امبارح مش موجودة، ودورنا عليها ومحدش لاقيها. ففي واحد من عيلة عزة حط صورة عزة على الفيسبوك، وطلب من الناس ومن القرى المجاورة ان الناس تدور على عزة معاهم يعني، وان اللي شافها او يعرف اي معلومة عن الست اللي في الصورة دي يبلغ اهلها. اتفاجئوا بقى تالت يوم اهل عزة ان واحد من قوات الامن جه البيت عند والد عزة ومامة عزة، وقالوا لهم هي عزة كانت لابسة ايه اخر مرة خرجت فيها. فطبعا اسلام هو اللي جاوب عن السؤال ده يعني، وقال تفاصيل اللبس بتاعت مراته اللي كانت خارجة بيها يعني، ما هو اخر واحد شايفها وهي خارجة. وانتشرت إشاعة في القرية إن عزة لقوها جثة في الترعة عندهم في القرية، وعشان كده واحد من أفراد الأمن جه يسأل عن تفاصيل لبس عزة. وبالفعل بعدها بساعتين 2 بس قوات الأمن بعتت لأهل عزة علشان يجوا يتعرفوا على الجثة اللي لقوها في الترعة. فواحد من اهل عزة كان سبق وراح الشرطة، فلما شاف الجثة قال ايوه دي عزة. وطبعا ساعتها كانت صدمة كبيرة جدا للقرية كلها ان عزة ماتت. طب ازاي ماتت وده حصل ازاي وازاي وقعت في الترعة اصلا؟ فطبعا الجثة راحت الطب الشرعي. التقرير المبدئي اللي طلعه الطب الشرعي ان دي حالة وفاة بسبب الغرق، يعني ان هي كانت ماشية ووقعت في الترعة فغرقت يعني. بس طبعا اللي شاف جثة عزة من اهل عزة يعني قال ايه بقى؟ قال لا اكيد ده في حاجة حصلت، لان عزة لما انا شفت جثتها كانت مناخيرها مخبوطة وكانت ودانها الاتنين مقطوعين جنبهم، فاكيد حاجة حصلت لعزة علشان كده حد وقعها في الترعة. وكمان عزة كانت لابسة دهب كتير وهي جاية الفرح، فالدهب ده مش موجود في ايديها، فاكيد ده حد سرقها وبعدين موتها. فطبعا القرية كلها بقت متجمهرة قدام اسم الشرطة اللي في القرية عندهم يعني، وبدأوا يطالبوا بالتحقيق في القضية بتاعت عزة، لان قالوا ان اكيد دي جريمة قتل، ما ينفعش تبقى ماتت غريقة كده وخلاص، لا اكيد دي جريمة قتل لانها كانت لابسة دهب. طب فين الدهب اللي كانت لابساه لو هي كانت ماشية ووقعت في الترعة فماتت غرقانة؟ طب فين الدهب اللي هي كانت لابساه؟ طب ايه اللي عور مناخيرها؟ طب ايه اللي قطع ودانها الاتنين؟ فدي كلها كانت تساؤلات لأهل القرية وكانت حاجة غريبة. فالشرطة بدأت تحقق في القضية بتاعت عزة، بس كان أفراد الأمن دايما شاكين في إسلام، مع إن إسلام حضر الجنازة بتاعت مراته عزة وكمان كان باين عليه التأثر يعني، وكان بيدور معاهم على عزة قبل طبعا ما يلاقوا جثتها يعني. بس الشرطة كانت شاكة في إسلام ليه بقى؟ لانه ما كانش باين عليه التأثير والزعل ان واحد زعلان على مراته، يعني واحد زعلان على مراته اللي ماتت بقى غرقانه مقتوله ايا كان، بس ده مش واحد زعلان على مراته. يعني افراد الامن كانوا دايما حاسين ان اسلام بيمثل، مش ده جواه الحقيقي.
فالشرطة قالت لأهل عزة إن حد فيهم يجي يحضر مع الطب الشرعي عشان يطلع التقرير النهائي بتاعه، وبعد كده الجثة بقى يطلعوا لها تصريح بالدفن يعني. فطبعا حد من أهل عزة جه مع الطب الشرعي. التقرير النهائي بتاع الطب الشرعي طلع إيه بقى؟ طلع ان فعلا عزة مخبوطة على مناخيرها او حد ضاربها على مناخيرها، فالضربة دي ادت الى فقد الوعي عند عزة، وبعد كده اترمت في الترعة. فكانت سبب الوفاة مش الخبطة اللي على مناخيرها، لا، سبب الوفاة فعلا هو الغرق. بعد 10 ايام من وفاة عزة وبعد ما دفنوا جثة عزة، جابوا اسلام عندهم في الشرطة، وبداوا بقى يحققوا معاه تحقيق صعب جدا وجامد جدا، ويضغطوا عليه جامد ويتهموا انه هو اللي قتل عزة. طب قتلها ليه؟ وطبعا جل الشعور والشك الاكتر للشرطه ليه بقى؟ لان في واحد من اهل عزة قال ايه؟ قال ان هم كانوا بيتصلوا بعزة في اخر فتره، كان اسلام هو اللي بيرد على الموبايل، وان اسلام قبل وفاة عزة ب3 ايام كان كسر لها الموبايل بتاعها وحاطط شريحة الموبايل بتاعها في موبايله. فمن هنا الشرطة شكت ان ممكن عزة يعني تكون كانت بتكلم واحد في الموبايل او خانت اسلام يعني عن طريق الموبايل، فاسلام اتضايق فكسر الموبايل، ومن هنا فكر ان هو يقتل عزة. وطبعا بقى بالضغط على اسلام قال ايه بقى؟ اسلام قال ايوه فعلا انا اللي قتلتها، وانا كنت مقرر ان انا هقتلها يوم الفرح اللي هيحصل في القريه، عشان عارف ان يوم الفرح ده القريه كلها هتبقى حاضره، وان الناس يعني مش هتبقى ماشيه في الشوارع، والقريه هتبقى فاضيه يعني، الكل هيبقى موجود في الفرح، فانا مقرر ان اليوم ده انا هقتلها فيه. وانا كمان اللي بعتها تشتري فاكهه الساعه 8 بالليل، علشان خاطر بتاع الفاكهه اللي عندنا موجود جنب الترعه، فهي لما راحت تشتري فاكهه انا مشيت وراها بس من غير ما هي تشوفني ولا تحس بيا. ولما لقيت الشارع اللي بتاع الترعه ده فاضي ومفهوش ومش موجود فيه اي ناس، انا رحت ضربتها على مناخيرها وزقتها في الترعه عشان تموت واخلص منها. طب بالنسبه بقى لودانها اللي مقطوعه خالص دي، ودانها دي بقى مش اسلام السبب فيها، ده في واحد تاني يوم من وفاة عزة كان معدي كده في الشارع ده اللي هو بتاع الترعة، فلقى جثة مرمية في الترعة ومعاها دهب كتير، فكان حرامي يعني، فراح شد الحلق منها جامد من الجثة يعني، وشال الدهب اللي في ايديها كله وخده، حرامي يعني. الشرطة سألته وقالت له طب انت عملت كده ليه في عزة يا اسلام؟ الناس كلها بتوع القرية شهدت بأخلاقها وبأدبها، وان هي كانت محترمة وملهاش علاقة بحد خالص، وما بتقولش حتى أسرار بيتها لحد، انت عملت كده ليه فيها؟ وكمان كسرت موبايلها ليه؟ الصدمة بقى يا جماعة في هو قتلها ليه، دي الصدمة الحقيقية. اسلام قتلها ليه بقى؟ قتلها عشان هو كان على علاقة وبيمارس الجنس مع مرات اخوه، وعزة شافته اكتر من مرة وهو بيمارس الجنس مع مرات اخوه، وهددته ان هي هتفضحه وهتقول للناس. فاسلام رد عليها وقال لها محدش هيصدقك ولا هيصدق الكلام اللي انت بتقوليه ده، الناس هتقول ان انت غيرانة منها علشان هي جميلة يعني. ده كان رد اسلام على مراته عزة. فعزة قررت ان هي تصور اسلام فيديو وهو بيمارس الجنس مع مرات اخوه علشان يبقى معاها اثبات ودليل يعني. وبالفعل صورته، مش فيديو واحد، لا صورته مرتين يعني صورته مرتين وهو بيمارس الجنس مع مرات اخوه. وكانت دايما بتهدد اسلام ان هو لو ما طلقهاش هي هتفضحه وهتقول لعيلته وعيلتها وللناس كلها اللي بيحصل بينه وبين مرات اخوه. فعشان كده اول ما رجعت البيت بعد ما كانت زعلانه، وكان سبب ان هي زعلانه ومراحه اصلا عند بيت والدتها موضوع ان هو بيمارس الجنس مع مرات اخوه، فاول ما رجعت اسلام قام واخد منها الموبايل وقام مكسره عشان يتاكد ان مفيش اي دليل ضده يعني، كسر خلاص الموبايل وكمان خد الشريحه بتاعتها حطها في الموبايل بتاعه. ومن وقتها بقى وهو قرر ان هو يقتلها يوم الفرح اللي هيحصل في القريه علشان محدش يحس بالجريمه بتاعته خالص ولا يعرف هو مين اللي قتلها. والاصعب من كده بقى يا جماعه اللي هقوله دلوقتي كمان، ان والدة اسلام اصلا كانت عارفه ان اسلام بيمارس الجنس مع مرات اخوه، وكانت خايفه من الفضيحه،
فمن هنا لما شافته اكتر من مره هو بيمارس الجنس مع مرات اخوه، قررت ان هي تجوزه بنت مؤدبه ومحترمه عشان يعني يبطل اللي بيعمله مع مرات اخوه. وهي اللي مختاره له عزه، وعشان طبعا هي معروفه بادبها واخلاقها في القريه وان هي من حافظه القران الكريم، فجوزته عزه على اساس ان هو يبعد بقى عن مرات اخوه. بس للاسف مش ده اللي حصل. اللي حصل ان فضلت العلاقه مستمره بين اسلام وبين مرات اخوه. وفي النهايه نقول الله يرحم عزه. وعايزه اقول لكم ان اسلام اتقبض عليه واتحكم عليه بالاعدام. وما تنسوش تقولوا لنا رايكم في التعليقات في القصه اللي قلتها النهارده، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه كلام موزون.